السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم عندي اليوم ان شاء الله غادي نديروا كلاص دار زوين بزاف اليوم كنعرفوا اشنو كناكلوا وتيجي الاهم من هذا الشيء تيجي بحال الكلاص ديال الزنقه، يعني كلاص زوين. كناخذوا هذا المسحوق ديال الكلاص غير الثمن ديالو ما كيتعداش 13 درهم. غادي ندير الساشي ديالو وهنايا راه عاطينك دير اطرو ديال الحليب. انا كندير غير نص اطرو دائما، كتجي زوينه. انا فاش كدير اطرو كتجي كميه كبيره وحتى لوغو كينقص، ولكن ملي كدير نصف اطرو كتجي زوينه. هنا اول حاجه انا غنبدا بها غادي ندير ميسلي يطيب واحد الساعه. هنا عندي انا الكوكوط كطيب بزاف دغيا، غادي ندير غير نص ساعه يطيب باش يولي لي كراميل. ومن بعد فاش يولي لي كراميل عاد غادي نتلاقاو باش نصاوبوا ان شاء الله الكريمه ديال غير نص ساعه باش نطرب داك الكلاص مع الحليب. في هذا الاثناء انا داك الكلاص وداك الحليب راه غادي نديرهم في الكونجيلاتور باش يبردوا مزيان، ماشي يقصاحوا غير يبردوا. ومنين نبغي ندير عاد نجبدهم. هنا انا خديت النكهه ديال الفاني، كيمكن لكم تاخذوا النكهه ديال الفريز. في الحقيقه النكهه ديال الفاني زوينه بزاف، لان كيمكن لك دير معها الشكلاط، كيمكن لك دير معها الكراميل. يعني انا كتعجبني بزاف، كنفضل النكهه ديال الفاني. وكيف ما قلت لكم هاد الساشي هادي راه ما كتعداش 13 درهم، موجوده في اي محلات، سواء هكا الهريس سواء داك المحلات ديال الحلويات كتلقاهم موجودين عندهم. هنا انا غادي نسد على الكوكوط ديالي ومن بعد نتلاقاو. هنا انا جبت الحليب، راه ماشي كيبقى حتى كيجمد، يعني غير كيبرد مزيان. خويت داك نصف ليطر ديال الحليب في هذا الاناء وغادي ندير عليه داك المسحوق ديال الكلاص. هنا في هذا الوقت هذا انا راه كنت محمره شويه ديال الكركاع، واخا نسيتو وتحرق ليا شويه، يعني ماشي محرق بزاف غير فات في الحموريه، ولكن المذاق ديالو ما جاش مور. داك الكركاع راني حمرته وحيدت له داك القشره باش ما تعطيناش داك المروره. صافي هذاك غير باش نزين، يعني بغيتوه او ما بغيتوش كيبقى لكم الامر، يعني غير هكا ماشي ضروري. كيف ما كيمكن لكم تماما تخليوه هكا عادي بلا ما دير حتى حاجه، يعني الكلاص هكا عادي كيجي زوين. بالنسبه للكلاص انا راه درت 3 المعالق ديال السنيده زدتهم. الا ما كتبغيوش الحلاوه بزاف كتخليو الكلاص هكاك، ما تزيدوا فيه لا سكر لا والو. راه الحلاوه ديالو زوينه، ماشي يعني ماشي مسوس، ولكن انا بغيت ديك الحلاوه تكون واضحه مزيان، داكشي علاش زدت السكر. وهنا درت عاوتاني 3 المعالق ديال داك الكراميل، راه يعني باش تعطي واحد لو غزال. المره اللي قبل راني درت ليه داك دانيت كراميل وكان جا واعر حتى هو بزاف. هنا عندي واحد 3 ديال اوريو، هذا غير للتزيين، وغادي ندير في الطبقه الاولى. كيمكن لكم كيما قلت لكم ما ديروا حتى حاجه، تخليوه هكاك عادي وديروه في المجمد وتعطيوه لوليداتكم، يعني حاجه نصايبينها في الدار وكنعرفوا اشنو كناكلوا وشنو كنوكلوا لولادنا. هنا انا اوريو كنحلو في النص وكنحيد داك الكريمه كلها غنجمعها وغادي نعاود نديرها في داك الكلاص باش نديرها في الطبقه الثانيه. صافي بحال هكا دغيا كنحيدوها. وداك الحبات ديال الاوريو غادي نزين بهم، وشويه غادي نديرو في الوسط مع داك الكركاع باش كيعطينا واحد القرمشه. ملي كتكون كتاكل الكلاص كتعطيك واحد القرمشه زوينه بزاف. هنا هاد الكريمه ديال الاوريو هنا انا خويتهم، وهاد الكريمه غادي نزيدها في الكلاص كما قلت لكم، كتعطي واحد المذاق زويون بزاف. وشويه ديال الاوريو راني فرتته هكا في الطبقه الاولى ديال الكلاص باش هكا ملي كنقسموا داك الكلاص كيعطينا طبقه هكا كتكون هاد الطبقه كتكون بيناتهم زوينه. انا غادي نخوي هاد الكركاع اللي كنت حمرته، غادي نخويه مع داك اوريو. كيمكن لكم ديروا اللي موجود عندكم، اللي موجود سواء كركاع سواء لوز سواء كاوكاو اي حاجه، او شكلاط. المره اللي فايته انا ما درت لا كركاع لا والو، درت غير الشكلاط. صافي هنا هذاك شويه ديال الشكلاط غادي نزيد نديرو حتى هو. هاد الشكلاط انا راه ذوبته وخديت واحد النفاخه، داك النفاخه ودرت فيها داك الشكلاط باش تجيني بحال شكل زليفه. دابا نوريها لكم باش غير باش نزينو بها وصافي.
وغنخلي شويه في القاع ديال الكاسرول باش من بعد شنو غادي ندير به. غادي نزيد عليه واحد 2 معالق ديال الكراميل وغادي ندوبهم وغادي نزين بهم. يعني هادشي ديال التزيين والنكهات كيبقى كترجع لكم، كيمكن لكم دير اي نكهه بغيتو، سواء الكركاع كيف ما قلت لكم اي حاجه، او تخليو غير الكلاص هكاك عادي ما فيه حتى حاجه، تيجي زويون بزاف. عرفتي كيجي بحال ديال الزنقه تماما. وحتى الا كان هكا جاي عندنا شي واحد مثلا، انا هكا صراحه درتو غير ليا انا وليداتي بحال هكا، باش بلا ما نبقى نشري له حاجه الزنقه هكا بعدا في الدار كتعرفيهم اش كياكلوا. انا صافي راه دابا قاديته كله ودرته في المجمد حتى خرج. وشوف كيفاش تيجي، حيت درته في داك المول ديريكت، جاو داك اللعيبات هكا، داك يعني داك الفقاعات في داك الكلاص. والنفخه اللي قلت لكم ها هي، واخا تخسرت ليا شويه من الفوق ماشي مشكل، ولكن بقات ليا داك التحتانيه بحال شكل زليفه. وانا عمرتها بداك الفانيد اللي كنزوق به الحلويات، لان ما كان عندي باش نعمرها الصراحه، ولكن اللي عندنا كنقضيو به كما قلت لكم. شوفوا داك الطبقه اللي كتبان ما بين طبقه وطبقه، كتبان داك اوريو داك الكركاع كيجي زوين بزاف. المهم مزيان عادي ماشي شي حاجه كثيره، وكناكلوا حويجه في الدار مصايبينها في دارنا، يعني ماشي داكشي ديال الزنقه. كل ما نقصنا منه كل ما كان احسن. وكنتمنى تعجبكم الطريقه ديالي ديال الكلاص. وهاد الطريقه هذه ناجحه 100% بلا ما نبقاو نديروا شي مكونات وما تصدقوش لينا. هاد المكون هذا راه كينجح 100%، كيجي بحال الكلاص ديال الزنقه تماما. شوفوا الطبقه اللي جات اللي قلت لكم راه كتجي غزاله بزاف. وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديالي، وما تنساونيش من لايك واشتراك في القناه. وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.